السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مفيش اجمل من الاكل اللي بتعمله امهاتنا، الاكل البسيط بتاع زمان اللي من غير بقى مقادير، من غير توابل كتير، يعني اكل معمول بكل بساطة. بس بسم الله ما شاء الله، ومع ذلك بيطلع اكل يعني زي العسل، طعمه وريحة كده سبحان الله. طعمه جميل جدا. صينية بقى سمك قراميط زي ما انتوا شايفين كده بالخضار، بس طعمها روعة. ما فيهاش مقادير كتير، معمولة بكل بساطة زي ما قلت لكم من ايد ماما الحاجة، ربنا يبارك لها. تعالوا يلا نشوف عملناها ازاي. ما خدتش مننا وقت خالص، معمولة بكل بساطة زي ما قلت لكم. يلا بينا كده نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدأ وصفتنا ونشوف عملناها ازاي. بس ما تنسوش لو انت لسه مش متابعاني تعملي المتابعة على الفيس، ولو انت بتشوفيني على اليوتيوب ما تنسيش تعملي الاشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك منه كل جديد. حط هنا على التوم رشة ملح ومعلقة كمون بس. تمام. هنعمل بقى ماما هتعمل لنا النهارده بقى صينية سمك قراميط، بس تحفة قوي. انا عن نفسي ما كنتش بحب السمك القراميط، بس اول ما دقته من ايديها بصراحة ما بقتش شكله الا من ايديها. عرفوا بطاطساية طرنشات صغننة. البصلاية طرنشات صغيرة، يعني كل حاجة طرنشات صغيرة. كل حاجة خالص كده. ولا كيف الجريمة بس. الفلفل ما مش كده، بس هو بيديها طعم حلو. الفلفل سبحان الله. دي الخلطة بتاعته اهي. ده التوم بقى، توم اهو. بتحطيه برضه في قلب الخلطة؟ شوفوا مقدرها بسيطة جدا، ما فيهاش أي حاجة. عايزة حبة ملح بقى. حاضر. حبة فلفل، حبة كمون. كمون كمان. حبة فلفل أسمر. حبة فلفل أسمر. شوفوا صينية مقدرها بسيطة جدا، بس سبحان الله يعني كفاية ريحة أمهاتنا كده وإيديها فيها بتبقى حاجة كده زي العسل. تدعكها بالتوابل والملح. انت غسلاه بايه يا ماما؟ نعم. بتبقي غسلاه بايه؟ بمية وليمون وملح. نقعه بملح وليمون. غسلاه نقعه بملح وليمون. نخلي ريحته جميلة، الليمون نخلي ريحته حلوة. ما فيهوش ريحة زفارة. بص اهو. بتحشي السمك.
مهما نخترع في الأكل مفيش أحسن من أكل أمهاتنا بصراحة. الصينية مقاديرها بسيطة بس ريحتها وهي لسه نية بس كده ريحتها جايبة آخر الدنيا. خاصة نحط عليها البطاطس هاي بقية الخلطة تحط عليها. مفتوح. ريحتها حلوة. بصي الصغبة عشان لو الصغبة اهو. بصي مفيش بقى في الأرضية اهو. ده هو بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ترص بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله. بصي اهي كده رصناها اهي. تمام. على وشها. بسم الله ما شاء الله. شكلها وهي نية بس كده قبل ما تستوي شكلها روعة. بسم الله ما شاء الله. نطبقها ونشرب هذه الزيت ورا العلبة. الزيت اهي بصي اهي اهي حوالي معلقتين كده اهي على وشها. اهي نبيع الزيت اهي بس كده اهو كده اهو. ايد البوتاجاز بقى ونحطها عليه بالايد البوتاجاز واللي بقى ايد البوتاجاز ونحطها عليه على ما تغلي بس تعمل كده على ما الفرن يسخن ونروح شايلينها حاطينها في الفرن. اهي تبقى الفرن والشفا بقى الكل مكلمين. الله يهنيكي. دي عندك زي العسل. كده انا حطيتها على البوتاجاز يا دوبك بس ايه هتسخن تاخد غلوه واحده وادخلها الفرن. هي هتستوي منها فيها يا جماعه. الخضار بيجيب ميته بتستوي منها فيها يعني احنا ما ضفنالهاش اي ميه ولا اي حاجه خالص. هغطيها واسيبها ايه تاخد غلوه واحده على عين البوتاجاز من فوق. شايفين هي كده غليت معايا اهي. هشيلها بقى احطها في الفرن. والفرن انا مسخناه من قبلها. هو ده شكل الصينيه بعد ما طلعت من الفرن. شايفين بسم الله ما شاء الله مستويه وزي الزبده. مع ان التتبيله بتاعتها تتبيله بسيطه جدا ولكن طعمها سبحان الله زي العسل. لو فرنك سخن قوي وحسيت ان الصينيه نشفت منك زودي لها ربع كوبايه ميه بس ما تزوديش ميه اكتر من كده عشان الصينيه ما تطلعش معاك ايه زي المسلوقه يبقى طعمها مش حلو.